هسه يروح تحت. هسه يروح تحت. بدنا ناخذ مفاتيح، نسينا مفاتيح. يقول ضجنا عنا وافترقنا ومايعين. هسه قام يتكافى من بعد عمري تاخذني المنيه. شو هذا الضوء اللي قاعد يمشي بالكاميرا؟ القمر مكتمل. القمر مكتمل اليوم. 15 شباب هين هين يا هلا والله بالزلم، شلونكم يا شباب؟ طمنونا عنكم ان شاء الله تمام. يا شباب اليوم صارت معي قصة مشان الهمشري، انجن علي انشلب، قام يعض، قام يخمش، كسر الدنيا، بده بس يطلع برا. فتحت له الباب، طلع شوي وبعدين رجع. هذا نفتح له الباب انه بيطلع. يعني هلا اذا برفع لكم عن ايدي من هون كلها مخمشة من البس. تعال بس بس بس. بس بس بس. اول شي بدي افتح الشباك. نفتح الشباك هذا يا اخوان، مقفل من هيك. تعال تعال طلع شوي قلبنا، تعال همشري. نقعد هنا احنا يا اخوان نسولف احنا وياكم ونخليه هو يلعب. شو يلا روح 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 العب، روح روح العب. يا اخي اوقات تحسونه ما هدا تمام، اوقات ينشلب يعني ما بيقعد ما بيرتاح. هسه يروح تحت. هسه يروح تحت. ارجع. تعال. لا تطلع فوق. المهم يا شباب طلعوا شوي يتمشى، ننزل تحت احسن مو مضل محبوس بالغرفة. المهم يا شباب اليوم بعد الفطور بدي اطلع اجيب مسكافيه ونجيب اقراص سهرة، ونسهر انا وشاب صاحبي عنده على البناية. فوق عنده على البناية في منظر خيالي ولا اروع، بشوفكم يا اليوم بالليل. الانارة والهي هو بنايته كثير عالية وفيها منظر كثير حلو، راح بشوفكم اياه. بس عن جد المنظر خيالي. ويا شباب شو رايكم باخذ الهمشري معي؟ تروح معي اليوم ولا؟ نزل يعني تفضل. يلا ماي كيف نفوت جوا؟ تعال تعال نفوت جوا، تعال. بس 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 بس. تعال. وين بدك تروح؟ بس 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 بس. تعال نشوف وين راح. تعالوا. اختفى. ولك الله هلا بيتحت حاله بشي مكان بيوسخ حاله. وين راح؟ لا توسخ حالك ها. تعال اطلع فوق تعال. وهون يا اخوان الحمد لله فطرنا وكله تمام ونشكر الله. هسه يا اخوان بدنا نروح نجيب اغراض من المحل ونجيب شي نشربه ونظبط السهرة ونروح نقعد بمكان ولا اروع. بدنا ناخذ مفاتيح، نسينا مفاتيح. يقول ضجنا عنا وافترقنا ومايعين. هسه قام يتكافى من بعد عمري تاخذني المنيه. هي يا اخوان شوف الجو، شوف الروعة برا، شوف الدنيا. يلا وطن اسماعيل. يقول الحزن دق تروح. شلونك انت تمام؟ تمام. يلا مشي. يقول الحزن يا اخوان رحنا جبنا شي نشربه من المحل، تنجيب على اساس اغراض السهرة وما لقينا اللي بدنا اياه. المهم رايحين نتخوذ شوي جنب الحارات والدنيا وهاي، واطلع اشوفكم المنظر خرافي. يا شباب طالعين هسه على فوق وراح اشوفكم المنظر فوق، شي خيالي. جبت الفاتيح؟ الله 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 يا مسيو. انا فوت اول واحد.
13 مو؟ 13 يا عمري هسه شوف الجاذبية من فوق تمشي القمر في ايدك. يا شباب البناية هاي أعلى بناية مبينة عليكم، يقولون أعلى بناية بلبنان كامل، بس سما بيروت بالطوابق أعلى منها، بس هي معمرة يعني مثل نقول بجبل بتبين أعلى شيء. هاي سما بيروت. أيوة هاي سما بيروت. 52 ولا 53 طابق؟ 52 طابق مدري 53 طابق. شو هذا الضوء اللي قاعد يمشي بالكاميرا؟ ما بعرف شو. ثلاثة يروح ودى الكاميرا شمال. هذا بالكاميرا بتوقع. جرح غزيز يعني. ايه جرح القزاز بالكاميرا. يا اخوان اجينا المنظر، اجينا القمر مكتمل. القمر مكتمل اليوم. 15 رمضان. طلعوا الاجواء هين ولا اروع. يا عمري من جد منظر حلو. صور القمر. مبين. هذاك مين يا اخوان؟ ما ياخذ بايت قبسه. يا عمر يا شباب هون البحر قدام تمام. هاي كل اللي ما فيها إنارة هاي بحر، بس مو مبينة لأنه الدنيا ليل. اسمعين المنظر بالليل هيك تمام. شلون عجل بالنهار شلون يطلع المنظر؟ بالنهار ولا أروع، تشوف الغيم، تشوف الجبل اللي عليها ثلج تبع فارية. عن جد؟ ايه ببين من يا هون. شباب شو رايكم صور لكم مقطع بالنهار بالمنظر هذا؟ وهاي من هنا هذا كله الجبل هذا في منه مو مبين لأنه جو رطوبة، كأنه الغيم نازل. اي طابق؟ هاي الباخرة مو واضحة. اي طابق يا اسماعيل؟ 13. يا شباب هين هين هذا الموقع هذا ابيسيه تمام، مليان فيه اغراض والدنيا كل شيء يخطر على بالك تلقيه هين بالموقع هذا هين. بس مول، مطاعم، اكل، ماركات زارا، ماركات لباس، كلها كل شيء يخطر على بالك مو؟ صحيح. كل شيء يخطر على بالك تلقونه. كله اسعار سياحية غالية. كله اسعار خيالية. كله ماركات. اعطوني رايكم بالاجواء هاي يا اخوان. تخيلوا انتم قاعدين هلا هون على الاجواء هاي. بدنا فول وحمص مرة من عندهم من المطعم، طلعت تقريبا الفاتورة شي $80، واذا تروح تجيبهم من برا يطلع 15-20 $. يعني تفضل يعني 4 دبال. 4 دبال حلو. 4 دبال شي $80 حقا. حلو يعني اسعار بالنار. يا اخوان هنا الدنيا المكان اللي قاعدين فيه ظلمة بالمرة، بس حاولت بشغل ضوء فلاش موبايل امشيتين بعطيكم الاحداثيات، بس اجواء خيالية. طلعوا شتان ولا اروع يا معلم. يا اخوان احنا المنطقة اللي ساكنين فيها انه ما فيها جامع، وهلا عم نسمع من منطقة بعيدة صوت الآذان. لما طلعنا على السطح سمعنا صوت الآذان. بس الجامع أتوقع حوالي سما بيروت. أتوقع الجامع حوالي البناية هاي البيضة اللي بالنص العالية. أتوقع هناك في جامع، ولما طلعنا على السطح سمعنا صوته، وإحنا بالبيت هاي ما ينسمع صوته بالمرة. المهم يا اخوان لهون ينتهي فيديونا هذا اليوم، واتمنى يعجبكم. لا تنسونا من اللايك، الاشتراك بالقناة، تعليق حلو مثلكم، ومع السلامة.